أهلا وسهلا بكم مع أبونا شمعون. نكمل دراسة القواعد الأشورية المعاصرة. أبونا فرجينا شو بجعبتك، بس أرجوك لا تدخلنا بالتفاصيل هذول، كسرة وفتحة وضمة ومثل هيك. شكرا يعني عدي لنا إياها. راح ندخل في هذا مو ضرورة تجلطنا. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله راح ايوه ندخل في هذا المضمار، تصريف الفعل، نجي على تصريف الفعل. ايوه سرعابة سعرانة، سرعابة سعرانة. تصريف الفعل conjugation. تصريف الفعل هو عملية ملائمة الفعل مع الشخص الذي يقوم به ومع الزمن الذي يحدث فيه يقوم به. ايوه تمام. ايوه هاي كافي هذا. نجي طبعا شخص، قلنا اشخاص لازم، اذا معناه هناك شخص وهناك زمن. تمام، هاي مكونات التصريف. واذا ما في شخص وما في زمن ما في تصريف، شلون صرف الفعل؟ فهي هاي عمليه ملائمه. يمكن هذه ما سامعها قبل انت، ممكن ولا عمري سامع فيها، هاي جديده. هي شوف، هاي يعني منطق الشيء كيف هاي منطقه هو المنطق اللغوي. منطق اللغوي. ايوه الشخص الفاعل برسوبا عودا، الشخص الفاعل the subject بالانجليزي subject سوجيه. ايوه بالفرنسي. هناك ثلاثه اشخاص فاعلون في اللغه، في كل اللغات، وهم الشخص الاول اي المتكلم، والضمير الذي يمثله هو انا، العربي انا. تمام، انا. ايوه المتكلم للمفرد لكلا الجنسين، بالنسبه لنا ايضا بالعربي لكلا الجنسين هو. ايوه. وبعدين جمعه هو اخنا نحن. أيوة. نحن لكلا الجنسين ايضا، وايضا بالعربي لكلا الجنسين، ما الفرق بين المذكر والمؤنث. الشخص الثاني او المخاطب، والضمير الذي يمثله هو انت، ات. شوف في نون، لكن النون عليها شرطه الحركه هاي. ايوه ما تنلفظ، مسكته. ات للمفرد المذكر، ويقابله في العربيه انت. أيوة. وآت أيضا، آت شوف نفس اللفظ، آت وآت. الفرق هو أن هذه اليود الساكنة في الآخر التي لا تلفظ، تكتب لكن لا تلفظ، بس مو هي مسكتة، إنما هي موجودة وصامتة، لكن ساكنة بدون حركة. آت. وللمفرد المؤنث هذا، هناك مذكر آت، وأيضا آت هذه، ويقابل بالعربية أنتي. أنت. أبونا الحركة اللي الحرف الأخير، ما هو هذا الأخير؟ هو الياء. الياء، نعم، يوت هذه كأنه أنتي بالضبط، هي أنتي بالضبط. بس لا تلفظ الياء. لا. أيوة. كان في قسم اللهجات الآشورية يسموه آتي، يلفظوها آتي، بس لا، النون هي مسكوتة مسكتة. آتي بدل آتي للمؤنث. بالعربي تجد كثير بالقرآن تلفظ الياء ولكن لا تكتب. شفت؟ مضمونة. فهم حطوا عليها كسرة مثل هيك بدل ياء. نعم، في ايوه هيك كمان. على كلنا الله بعيد، تفضل. ايوه، وجمعوا اثنيناتهم جمع واحد، هو اخت. آت وآتي جمعهم أخت أنتم للجمع لكلا الجنسين. شوف بالعربي لا، أنتم للمذكر وأنتن للمؤنث. أيوة. أخت هي لكليهما، كأنه للمؤنث فقط. أخت لأنه هذه صيغة المؤنث عندنا أخت. جائز أخت. لا، ما هو انتن رايحين فين؟ انتن. فاحنا الفلسطينية فهموا انه موجه للنساء، نساء، بس اللبنانيين لا، انتن هي ايوه للمذكر والمؤنث. صح بالضبط، اخت هي اخت. والسرياني نفس الشيء، والسوري. والسرياني كثير موجود، بس بالعراقي لا. العراقي لا. انتو
انتوا ايوه، انتم او انتوا. انتوا بالعربي انتم، ايوه انتوا ايوه، احنا نقولها هيك انتوا. انتوا جيتوا. بالعراقي الاثنين، النسوان ولا انتوا اثنيناتهم انتوا. اها انتوا رجعتوا، انتوا جيتوا، انتوا النسوان، انتوا الرجال، انتوا. ايوه، اظن حتى الفلاح عندنا ما يفرقوا الاثنين. ايه أيوة. ايه. الشخص الثالث أي الغائب، والضمير الذي يمثله هو هاو للمذكر. هاو مع نقطة كبيرة، مو حركة سقاطة، لأنه إذا حركة سقاطة يصير هذاك الوقت اسم ضمير إشارة هو. ذلك ذلك يكون. فبالنقطة الكبيرة هذه، لكن يلفظ نفس اللفظ هاو للمفرد المذكر، وهاي للمفرد المؤنث. ايوه. هاو هاي هو وهي. هاي هاو هاي. اوكي. آني لاثنيناتهم كلاهما آني، هم وهن نفس الشيء. آني مو أني. آني يعني أولئك. يعني ما بتقولوا أنتن. لا آني. أيوة. حلو. هاي آني. حلو. أيوة، هاي الأشخاص. أما نجي هسه الأزمنة الفعل اللي بها نصرف الفعل. هناك 3 أزمنة رئيسية للفعل، وهي الماضي والحاضر والمستقبل مثل كل اللغات. قبل أن نخوض، هاي مهمة أستاذ سامي، هاي ما موجودة بالعربي. وقبل أن نخوض في تصريف الأفعال المختلفة، علينا أن نتعرف على تصريف فعل الكينونة أو الوجود، verb to be. سعران إيتوتا، يعني فعل الوجود، سعران ديتوتا. السر بالإيطالي، verb to be بالإنجليزي، لأننا نستخدمه كفعل مساعد. شوف مثل اللغات الأوروبية نستخدمه كفعل مساعد في صياغة الأزمنة المختلفة للأفعال الأخرى. فلذلك قلت أنا قبل خلي هذا نخلص منه، لأنه راح نستعمله كثير بعدين. لا كل مرة نقول هذا هيك ونرجع، هي هذا نعرفه ونتعرف عليه قبل. وهذا الفعل هو فعل شاذ لا يتبع قواعد التصريف، ليس فقط في لغتنا الآشورية بل في كثير من اللغات الأخرى أيضا. بالإنجليزي نفس الشيء، يقول verb to be بس يقول I am you are، when be when are when he is وهي is. نفس الشيء بالإنجليزي. بالإيطالي essere io sono وين essere. أيوة ايه. اوكي. لوي ايه. to say اليه. اوكي. أيوة. وليس لهذا الفعل سوى تصريف واحد في الحاضر وآخر في الماضي، ولا تصريف له في المستقبل. حتى شكل جذره شاذ، إذ هو إيلي أسر، يعني to be إيلي. وفي اللوحة عندنا أكتب تصريفيه، تصريف الحاضر والماضي. أولا الشخص زمن الحاضر زمن الماضي. شخص أنا يعني مذكر أنا. إيون يصير بالحاضر إيون، أنا أكون يعني، أو أنا هو، بعرف أنا أكون. بالعربي ما فيه القد مهم أهمية هذا، لكن عندنا كثير مهم، راح تشوف في كل الأزمنة الماضي والحاضر موجود هذا. إيون أكون. إيون إضافة هذه الهاء اللي المسكوتة والواو والأليف. إيون كنت أكون، كنت أنا. للمؤنث والمذكر نفس الشيء، أنا مؤنث إيوان مختلف هيكون بالعربي نفسه، بس بالآشوري للمؤنث يكون الزمن الحاضر للفعل يكون إيوان. هنا إيوان كسرة، هنا فتحة، إيوان للمؤنث. طبعا بالماضي إيوان وزيادة هذا هذا نفس. أنا كنت سواء مؤنث. أنت. إيوت والماضي إيوت تكون كنت. مؤنث أنتي إيوت. شوف إيوت
إيوت إيوت مع هذه اليوت وفتحة واو. إيوت إيوت و تكونين كنتي. أيوة. هاو هو إيلي. شوف نفس الصيغة الجذر. هاي شوفها دائما في اللغة الآشورية صيغة. أبونا ممكن تحط لنا على البرويوم لأنه هيك بقطع الصفحة. صحيح نسيت. نسيت. احنا ايوه اروح البرويوم. نسيت بودكاست. صح. أزبط هيك. صار. أيوة. أخف علينا ابن الحلال. شكرا أبونا. شكرا لك. أيوة هيك. إيوت. شوف نفس هاو إيلي نفس صيغة الجذر. وراح نشوف أنه صيغة الجذر للشخص الثالث أو الغائب المفرد المذكر هو نفس صيغة الجذر. بالعربي هو بالماضي قام جذر الفعل قام، وأيضا هو قام. تمام. ماضي. أما بالآشوري الحاضر إيله هاو إيله هو يكون هاو إيله. والماضي يكون إيوا شاذ هذا شوية. إيوا هو يكون هو كان. هاي هي إيلا مع الهاء عليها نقطة كبيرة وبدل الكسرة فتحة. إيلا. هاي إيلا هي تكون. وبالماضي إيوا نفس الشيء نفس مثل المذكر إيوا. شو هذا الحرف اللي بعد الياء أبونا؟ الهاء. هذا الهاء. أنا قلت هذا شايفه بس. أيوة. ناسي شو. إيوه بس لا تلفظ. فإيوة. شوف شلون تكتب إيوة. ما تكتب همزة يعني ألف قبلها. أبونا كأنه لو أنت تقيم الحركات تصير يهوى. ايوه يهوى بالضبط. يهوى. نعم صح. صحيح. وبالضبط هو هذا معناه. يعني الذي هو. الذي كان. الذي يكون. الذي كان. ايوه. هو الذي كان. ايوه. شفت شلون عجيب. هناك بعض المفارقات. أخنن. نحن أخنن. إيوخ. أيوة. إيوخ كنا. هذا قياس. أختن. أنتم وأنتن أيضا. إيتن. تكونون تكن. إيتن. أيوة. إيتن آني هم وهن أيضا. إينا يكونون يكن. وماضي إيوو. هذه شوفوني إيوا واحد. إيوو جماعة. واو. واو الجماعة حتى بالعربي. واو الجماعة. إيوو. أيوة. والآن نبدأ بتصريف الأفعال الأخرى في الأزمنة المختلفة. بعد ما شفنا هذا مهم، هذا لازم نخليه أمامنا. فالزمن الحاضر زونة قائم. الزمن الذي قائم الذي موجود اللي هو زونة قائم present tense، ويرمز إلى حدث يقع في الزمن الحاضر وله صيغتان: الحاضر البسيط قائم عيادايا العادي، والحاضر المستمر قائم سعرانايا. يعني simple present و continuous present continuous. الحاضر البسيط قائم عيادايا simple present يرمز إلى حدث يقع بصورة متكررة وغير محددة في الزمن الحاضر، لذا يسمى أيضا بالحاضر غير المحدد قائم لم تخمة أيضا، ولكن اسمه عادة عيادايا العادي البسيط قائم لم تخمة، ويصنع من جذر الفعل كما يلي. هنا ندخل في هذه، يمكن ما راح أقول شو اسمه هذه. أيوة. شو عندنا الرمز لعلامة الحاضر
هي هذه كي هذه يعني كاف كسرة مع أليف كي، نحطها هذا قبل الفعل. هذا للحاضر فقط، الحاضر بصيغتيه، هذه راح نجي الحاضر، وايضا لواحد من الغائب ايضا، المهم راح نجي نشوفها. انا كي بارشن مثلا بارش، اذا اخذنا فعل بارش يفرز اللي جاء كثير استعملناه، انا كي بارشن يكون انا افرز. ابونا ملاحظه، انا عندي اصدقاء على الفيسبوك من الجزائر. ايوه يتكلموا هيك، يستعملوا كي. انا كي قاعد. صحيح، كثير قسم كثير يستعملوها كي في مكاني وفي غير مكاني. نعم نعم. انا كنت افكر، قلت شو هاي الكي جت من وين جاب لي اياها؟ انا كي قاعد، انا كي احكي. ثانية واحدة. لما أقول أنا كي قاعد، يعني أنا أنا كي يعني أنا كي أتكلم. هذا أقعد يعني أنا أقعد يعني أنا متعود على أن أقعد. لا، أنت ضيعت لي الفكرة، خليك معي. ما تقاطعني. تفضل. العفو أستاذي. يعني لما تقول أنا كي أتكلم، يعني أنا قاعد أتكلم. أيوة بالضبط. شوف بالعراقي نقول دا أتكلم، دا أحكي، دا نستعمل بدل كي دا أحكي. والمصلاوي العراقي الإصلاوي اللهجة الموصلية هي كي أيضا، كدحكي كدقول كدغوح. احنا الفلاحين يقولوا انا قاعد احكي. انتم عندكم قاعد. لا نحن كدروح مثل بالاشوري، ولكن العراقي الجنوبي الوسط والجنوب دا احكي، دا اقول، دا اقعد، دا اقوم. لانه تعرف انه الكي مثل الدال، الكي مثل الدال عندكم بالاشوري، الكي كانها دال، كانها تشبه الدال العربيه. شكلها شكلها تشبه الحاء والجيم. طب انا بدي اسالك كي هاي من اي فعل جد كي؟ ما هو مفعل، هذه كلمة، لا كلمة غير لا ما لها جمع ولا مفرد ولا هي شو اسمه حرف يعني مكان الحرف هو. طيب لا، عندي سؤال آخر. هل اللغة الأشورية كانت تستعمل هذه الصيغة أم غير شيء؟ قديمة لا، كانت تستعمل بدون هذه، فقط أنا بيرشن، ما كانت تستعمل أي شيء. أنا بيرشن، برشا، برشت أو بارش بدون كي. أنا أشك إنه هاي تكون حرف أبونا. يعني هو مقطع، هذا مقطع هيك يعني جامد، مثل ما تقول مثل ظرف ما عنده غير، يعني ممنوع من الصرف. أنا أشك من هذا الأمر. أنا أظن هي مختصر. أنا قاعد، أصل هي مختصر لقاعد. أنا قاعد بحكي، أنا قاعد بشتغل، أنا قاعد بساوي. فأنت تقول كي، أنا كي أشتغل. شوف أستاذ سامي، هذه إذا نقول هي أنا قاعد أقول، هي هذا يعبر عن الزمن الآخر القائم المستمر، يعني أنا قاعد هسه، قاعد بعدي مستمر بالعمل هذا. أنا قاعد أكتب يعني مستمر بالكتابة. أيوة. لكن هذه لا، هذه للعادي يعني اللي يتكرر في الزمن الحاضر. هو أنا يعني الشمس تشرق من الشرق مثلا، تمام؟ هذا شيء دائما يصير، تمام؟ هي هذه شمشة كي زرقاء، هاي لهالنوع من الحاضر. طيب انت ما طيب بدي اقاطعك، بدك اعذرني.
انت هلا انت تعرف ايطالي هنا. io sto scrivendo. هذا المستمر ايوه. راح نجي عليه، وعندنا غير حرف له، مو نفس هذا الحرف. لا مو ضرورة المستمر، مو مستمر. sto Sto, scrivendo. bene, adesso io sto scrivendo. ايوه Io scrivo, sto scrivendo. ايوه لا io scrivo شيء وsto scrivendo. هو عن... ليش انا بقول هيك؟ نعم. لانه sto هي من فعل استاره. ايوه، يقف. وهيك انا اقول كي هيك قاعد، مثل كأنها هيك. يمكن، ولكن هذه مو للمستمر، انما للاعتيادي، للسمبل باست. مو مشكلة بس انا احاول افهم هاي الكي. نعم. وين جت؟ كي هذه هي كلمة بريفكس نخليها قبل الفعل للزمن هذا البسيط، سواء كان حاضر او ماضي. ايضا البسيط الحاضر البسيط والماضي البسيط ياخذ هذه كي. انا اوكي راح نجي اوكي يلا مو مشكلة. انا كيبرشن. انا كيبرشن بالماضي، انا كيبرشنوا، وكنا ماضي يعني انا كنت افرز. انا كيبرشن، انا كيبرشن، انا مؤنث. برشن انت كيبرشت. ايوه مؤنثة كيبرشت. ايوه. هاو هو كيبارش. شوف بارش نفس الجذر، صيغة الجذر بارش، ما نزيد ولا ننقص عليه شيء. هاي هي كيبرشا، الألف والفتحة الطويلة. أخنن كيبرشخ. طيب ليش على الأقل ما تعطينا شو معنات برشة؟ أفرزه. أنا أفرزه فقط هيك بحد هنا، لا ما تكتب تحت بحد من الفعل برش بالسطر الثاني أبونا، بالسطر الثاني. لا بالصوت اللي فوقية كمان، اللي فوقية أيوة بالأخير. فمثلا الفعل بريش أيوة، وهنا اكتب شو معناته. فهمت علي كيف؟ أيوة حلو. هي يفرز. أيوة يفرز. والباقي مو ضرورة تكتبوه. أيوة يفرز. أنا أفرزه أخنا كيبرشخ، نحن نفرزه. أختن كيبرشيتون. أيوة. أنتم سواء نساء أم رجال كيبرشيتون. أني سواء رجال أو نساء كيبرشي. برشن برشت برشت بارش برشا برشخ برشيتون برشي. طب أنا عندي سؤال آخر. تفضل. هاي الفعل فرزة، ويش أنت تفهمها بالتمام فرزة؟ فرز شيئين عن بعضهم أو فصل أيضا. عندي سؤال آخر إذن. نعم. إحنا نقول الفراش فرشة، هو فرشة هو أيضا يعني بسطة. ممكن، بس الفرشة عندنا شوية شاوية يسوي أو يبسط. ما هو ما هو أنت لما تحط الفراش أنت بتفرز بين الفراش. نعم ممكن. نعم يعني ممكن واحد شو في قرابة، شو القرابة بين الفعلين هنا. صح. هذا هو، لأنه في قرابة بين شو هسه جاء شيء على بالي، كنت من زمان أقول لك وهو أنه في قبل هي فكرة، تمام، تكون بعقل الإنسان، وبعدين يعبر عنها بكلمة. تمام، هي كل الشعوب هيك سوت. الإنسان من القدم فكرة، وبعدين يعبر عنها عن كلمة معينة. في كثير فلا يمكن أنه تعبر عن كلمتين، عن فكرة بكلمتين مختلفتين. يمكن. دقيقة بس افتح. ايوه العفو كان الباب. نعم انا قريب عن الباب. في الباب عندنا هو رئيسي من الطابق السفلي. يعني انت صرت البواب. لاني قريب فما ينزلون من فوق يعملون هذه. اسد الباب ايضا، اسد الباب.
ايوه سلمان. اوكي، فاستاذ سامي يقول انه فكره يعبر عنها بكلمه معينه، كل شعب كل جماعه من البشر عبروا عنها فيه، فهناك فكرتين مختلفتين ولكن متقاربتين في المعنى، تمام؟ مثل هذا تقول فرز وفرش. ايوه ولكن كل واحده لها كلمه لنفسها، ولكن بما ان الفكرتين في العقل هي متقاربة جدا. أيوة. لذلك حتى كلماتها ممكن أن احنا نقوم نعطيها يعني قرابة بيناتها. أيوة. أنا في ترجمتي للقرآن ذكرت هاي القاعدة يا أبونا. حلو. أنا ذكرت لا يوجد ترادف. لا يوجد ترادف، يعني هي كلمة مو معقول إن لهيك كلمة مش ممكن يترجمها يعني 100% بنفس المعنى. لا، يعني كلمتين مش ممكن يترجمهم بكلمة واحدة. صحيح. صح. فلهيك أنا دائما أحاول في ترجمتي إنه فعل دائما هو نفس الترجمة، وما تعطي هاي الترجمة لفعل آخر. صح. حلو. وأنا لهذا أقول ما كثير يعجبني أستاذنا لما كل هذه يوديها يرجعها إلى كلمة واحدة. أيوة. في الحالة أنت تفقد أفكار، يعني تفقدها قسم منها، لأنه مثل ما قلت بالفعل ما في ترادف كامل، ما في يعني ما في شبه كامل بين فعلين أو بين كلمتين. في بعض الشبه. أيوة ممكن حتى الإخوان الاثنين مش ممكن يتشابهوا. احنا نقول الأصابع الخمسة لا تتشابه. أيوة بالضبط. أيوة هو هيك. لذلك لا ترادف. نعطي كل واحد ما يعنيه في اللغة الأصلية لما الواحد يترجم. هذه من القواعد اللي أنا التزمت فيها في ترجمتي، وهي هاي الترجمة الصحيحة. كثير من المترجمين يلخبطون بينها. لا، حتى أكثر من هيك. أنا شفت آيات تتكرر أبونا، آيات تتكرر. نفس المترجم الفرنسي مرة ترجم الآية بشكل والثاني بشكل آخر. هاي مشكلة. وبعدين أنت لما تيجي تذكر إنه والله في آية هيك وآية هيك، يقول لك ما في الاختلاف فين؟ ترجع للعربي تلاقي نفس النص العربي، فتصير فضيحة. وهذا اللي حملني أترجم القرآن للفرنسي. حلو. لأن مرة أنا ذكرت آيتين بالفرنسي ومختلفتين يعني بالصياغة، بعد لما رجعت وجدتهم نفسهم بالحرف الواحد. قلت له ابن الحلال كيف ترجموا ترجمتين مختلفتين نفس الترجمة؟ شفت؟ لا مليح عملت. أنا أيضا حساس لهالأمر هذا كثير. لكن المشكلة إنه ما كان مراقب، ما عنده إمكانية كمبيوتر راقب كل شيء. صح. خاصة وكثير مرات إنه هو المترجم يطلب مساعدة غيره يترجم. نعم. في مترجمين لكن ما يقر إنه ترجم آخر. أوكي. فهمت علي؟ وما يروح يراجع الترجمة الثانية، لأنه بعدين واحد بهلك بطفر. فعلي لازم واحد يتنفس، مثل ما أنت مجبور بعد 45 دقيقة تتحرك. نفس الشيء. وحتى قاعدة عند اليسوعيين يقولون، يعني أنا سمعتها، اليسوعيين ممنوع تعمل شغلة نفس الشغلة أكثر من ساعة، لازم تغير الموضوع. لازم تغير الموضوع. وهم عارفين أنه العقل الإنساني ما ممكن يركز على شيء أكثر من ساعة. أيوة. هذه يعني أنا قرأت هيك إنه هاي من قواعدهم. علم النفس، هذا علم النفس بالضبط. اليسوعيين هيك عقلية. حلو. شو صدق عندهم يسوعيين كثير من قضايا علمية. يعني عندهم. أنت تعرف النكتة تاعتهم فقط مشان هذا. اليسوعي قال للرئيس تاعه، قال له أبونا يحق لي أدخن وأنا أصلي؟ قال له لا ما يصير. قال له عندي سؤال آخر، هل يحق لي أصلي وأنا أدخن؟ قال له هذا يحق لك. قال يحق لك. شلون عرف أنه
كان عرف. يتحايل أيوة. على القانون. ايوه. أيوة. فبقول بالضبط. بالفرنسي يقولون لما واحد عقليته هيك يعني يقول له سيت ان جيزويت. تنجزيت. لهيك يقولوا لي انت شو رايك بالبابا تاع روما؟ اقول له سيت ان جيزويت. علي هذا سيت جيزويت. هذا يعني مثل الحي بالتبن، ما تعرف تمسكه، مثل فاهم علي؟ ستان جيزويت عنده عقل مرتب ترتيب خاص. تعرف على فكرة سويسرا في الدستور 1874 منعت تواجد اليسوعيين في سويسرا. ممنوع يسكنوا من كثر ما كانوا مؤزمين الجو بين الكاثوليك والبروتستانت. هذول ما هم محامين عن البابا. ايوه البابا الاسود يسموه. أيوة. رئيسهم لان يلبس اسود، البابا يلبس ابيض، فرئيسهم من كثر ما عندهم تاثير كانوا على الفاتيكان، فكان يسموه رئيسهم، كان يسموه بابا الاسود. فانا الدستور اللي انا قراته 1970 كان مكتوب فيه Il est interdit aux jésuites de séjourner en Suisse. هوي مكتوب بالدستور. ايه. هذا 1970 مكتوب لي. يعني عانوا منهم كثير، عانوا الامرين يعني. ممنوع اي اقامه لهم. فاهم علي؟ لكن رغم ذلك ما تتصور يعني شوف ايش قد كان عانوا منهم، يعني كان عانوا منهم، لكن رغم ذلك ابونا كانوا موجودين. ما تدري كيف دخلوا، ما تدري كيف دخلوا. عندهم حتى في مجلة اسمها شوازير، أنا كنت أكتب فيها وعندي عدة مقالات، عدة مقالات ليه نشروا لي إياها عندهم. أول ما نعى المرحوم محمود محمد طه في سويسرا هو أنا في المجلة تاعت اليسوعيين تاعون جنيف. شوازير هذا. ايوه شوازير، واحتفظت فيها لحد الان، الاعداد تاعوني. فاهم علي؟ مش انا اقول لك يعني عقليتهم هيك، عقليتهم ممنهجه. هو في نكته كان بايطاليا يقولون الله تعالى يعرف كل الامور عدا 3 امور ما يعرف. ايوه وهي سامعها؟ وهي شو يفكر يسوعي، ايوه، وشي ياكل الدومينيكاني، لانه الدومينيكان كثير كانوا الرهبان مالهم سمان. شي ياكل دومينيكاني، وكم من الجمعيات الراهبات فيه، لأن كان في انواع اشكال ملابسهم، انواع اشكال هذه. ايوه هاي كنكته يعقلوها. ايوه. تعرف سان توما دكا من كثر ما كان ناصح كبير تخيل. سمين كان. ايوه كانت الطاوله تاعه محفوره. نعم محفوره على بطنه. صح هي هي لهذا يقول ما تعرف شو ياكل الدومينيكاني لانه هيك. لا بس انا اخويا يحكي نفس النكته بس بطريقه اخرى. نسيتها يقول انا نسيتها. انا حخليه يحكي لي اياها واحكي لك اياها. ايوه احنا كان عندنا مدرس دومينيكاني درسنا تيوديتشيا، يعني علم الله، تيوديتشيا في الفلسفه. فاسمه كان دلينوتشنتي. هو كان هيك مدعبل سمين هيك كثير، فكنا نضحك عليه لأن نتذكر هالنكتة هذه. ايوه. وعلى فكرة هم الآباء الدومينيكان تاعون الموصل اللي نشروا البشطة. نعم وما اشتغلوا كثير الآباء الدومينيكان في موصل. سنة 1700 أنا في هذه الإنشاء مالي أو الأطروحة الصغيرة اللي عملتها ذاكرهم رسالتهم كيف تأسست سنة 1700 في الموصل. وشو عملوا هم كان عندهم يد الطولة في إدخال الكلدان الكاثوليكية في منطقة الموصل وبغداد وبصرة. وعلى فكرة أبونا في واحد صديقي تونسي عايش في روما، إنه هو ذكر في كتابه واحد دومينيكاني راح لبغداد في القرن 13. ال13. إيه
ودرس القرآن وعلق عليه. ايه جديدة هذه. وهي حتى الكتاب تاعه متوفر، يعني الكتاب تاعه متوفر، فاهم علي؟ وقال كيف انه كان اهل بغداد كانوا رحبوا به، رحبوا به بالقرن الثالث عشر، الثاني عشر. الثالث عشر. ايه قال انه يعني كان دائما يعني يرحبوا بيه ويدعوه وهو فهم، يعني كان يعلق على نسخة القرآن، نسخة القرآن اللي بيستعملها لساتها موجودة. حلو. يلا نكمل. هم اول دومينيكي للموصل كان اسمه دومينيكو لانزا. ايوه ايطالي. هو عنده كتاب صغير ترجمه احد الاساقفه الكلدان الى العربي من الايطالي عن الموصل، مدينه موصل، كيف كانت، يوصفها بيوتها كيف كانت هذه. والفعل يعني هي وثيقه تاريخيه حلوه عن الموصل كان ذاك الزمان. نعم. الله يساعد الناس. ايوه بالفعل. اوكي، نجي هسه على هذه الفعل، تصريف الفعل في الزمن الحاضر البسيط. الحاضر البسيط. من الثلاثي السالم. ثلاثي السالم كلمة هاي برشن قلنا، أخذنا يفرزوا. أنا برشن، أنا كي برشن، آت كي برشن، أنا كي برشن البنت، آت كي برشت مذكر، آت كي برشت مؤنث، هاو كي بارش ويفرزوا، هاي كي برشة هي تفرزوا، تفرزوا، أخنا كي برشة نحن نفرزوا، أختن كي برشيتون أنتم تفرزون، وأنتن تفرزون أيضا، آني كي برشي هم وهن يفرزوا. فعندي سؤال أبونا، الأشور الحديث ممكن يستغني عن الكي ولا لا؟ ممكن ولكن حتى يكون أكيد شيء نستعملها هذه كي برشن. كبرشن. وايضا قسم يستعملوه بلا، انا برشن. في اللهجات طبعا عندنا كثير قضايا. عندنا مثلا واحد في بعض اللهجات يخلون ياء قبل في البدايه ياء، فيقول انا يبرشن ياء. انا يبرشن يبرشن. احنا بلهجتنا ابونا بنضيف الباء. ايه انا بروح، انا بجي، انا بكتب. ايوه صحيح. احنا بنضيف الباء. ايه انت ذكرتني بلهجتي يا ابونا. رغم اني انا ما عشت كثير يعني بين الفلاحين، لكن ذكريات. لا ما شاء الله، انت محافظ على بعض على هذه، لانه طلعت من هناك انت كنت صغير، فباخي بالك هذيك. ايوه ما اثرت عليك التغيرات اللي صارت بعدين. مثل والدي الله يرحمه ويرحم والدك، كان يقعد يحكي لي عن موطنه، عن قريته في ايران، سلاماس، اللي رحت شفتها قبل 6 سنين، ما كنت شايفها بعمري. كان يحكي لي وهيك يصفها مثل بوقته. وحتى سنة 1914 كان هاجروا لمدة سنة، هربوا طبعا من الأتراك لأنه هاجموا منطقتهم، هي على الحدود التركية الإيرانية، هم بس داخل إيران. هاجموا لأن كان دائما الدولة الصفوية والدولة العثمانية بيناتهم مشاكل، فهاجموا هذه، أخذوها المنطقة، فالمسيحيين هربوا. نحن الاشوريين كان هناك كثير قرى عندنا كان. هربوا، هو راح بيتهم، راحوا عند اخته، كان عنده اخت متزوجه قبل ذلك تسكن في جورجيا، تبليسي، مدينه تبليسي جورجيا. فيقول نحن هربنا، زمنا رحنا عندهم، بقينا سنه هناك في تبليسي. فكان يصف لي تبليسي، يقول انا هسه لو اروح لتبليسي يعرف. كنت اقول له يا بابا هسه تبليسي متغيره، انت في داخل في عقلك انت في هذيك الصوره تاع الزمان 1914. ايوه لا سأروح هيك. كان يتذكر مناطق، اسماء الشوارع وما اعرف ايش. يقول رحت للسينما لاول مره، يقول شفت سينما انا في تبليس سنه 1914. كان يحكي عن تاريخ. انا بعدين في يوم قلت له تعال اقعد، قمت اساله وسجلت عندي مسجل الى صوته يحكي عنه. الله يرحمه. عن الناس وعن المناطق، عن الأقارب اللي كان عندنا، وعن الأملاك اللي كان عندهم هناك وما أعرف إيش، كثير أمور.
هيك. فأنا لما رحت إلى إيران قبل 6 سنين، سنة 2015 لأول مرة، اتصلوا بي هناك أحفاد عمة والدي، أحفاد عمة والدي، تصور. هم اتصلوا بي وتعالوا ليش ما تجي وما أعرف إيش كان سألوا عني عن آخر هذه، وأنا ما كنت شايفهم ولا هم شايفيني، بس بالصور. رحت أنا، وكان فرح كبير حقيقة. فوديت معايا تسجيل هذا، قلت فقط أن تسمعوا هاي، شوف كيف يحكي عن أسماء مكانات وقضايا ويصف الأمور شلون كانت ذاك الوقت. تعجبوا هم، قالوا صح نحن أجدادنا كانوا يحكون هيك. حلوة يعني هالأمور هذه. أكيد هاي أكثر شيء أنا أتأسف له، إني أنا ما عشت مع والدي مدة طويلة علشان أحفظ ذكرياته. صح. هاي جدا أعتذر له. أنا تعمدت أنه يكون والدي عندي في السنين الأخيرة، العشر الأخيرة كان عندي بقى، مع أنه عندي أخوان أكبر مني 4، فبس تعمدت جاء عندي هو. قال هو كان يقول من صغر، قال أنا أخيرا أنا اللي يحميني واللي يحفظني هو دانيال. هو يعني أنا أصغر أبناء. أيوة حلو. بالفعل اتضح يعني كلامه. وتوفى على إيدي وأنا ماسكه هيك، توفى. الله يرحمه. الله مروحه وأنا ماسكه هيك بإيدي بالمستشفى. الله يرحمه. الله يرحمه. أيوة. فهيك المهم، فالأمور موجودة، شو تسوي هاي هي. نجي على المعتل الأول، ناخذ الآخل يأكل، خلي أكتبه، أي يأكل. أوكي. أيوه. يصير كأخلن، ما راح أذكر الشخص ضمير لأنه معروف. كأخلن. أنا أكل، أنا ولد أكل، أنا بنت أكل. كأخلن. كأخلط أنت. كأخلط أنتي. كأخل هو. كأخلة هي. كأخلخ نحن. كأخليت أنتم وأنتن. كأخلي هم وهن. شو؟ أيوه. شفت الآخر صار هيك أخل. هو معتل الوسط، عندنا قائم، فعل قائم. يعني حاولت أنا قليل أغير الأفعال اللي أستعملها كأمثلة في جميع الشروحات هذه، حلوة، حتى يكون أسهل الواحد يحفظها. أي يقوم. أنا كقيما أنا بنت كقيما. كقيمة أنت. كقيمة أنتي. كقائم هو. كقيمة هي. كقيمخ نحن. كقيميت أنتم وأنتن. كقيمي هم وهن. أيوة. نجي على المعتل الأول والوسط، عندنا الفعل الوحيد الفريد، يارن، يائر. يعني أي خلي يكتبوا يجرؤ. أوكي. أنا كيارن أجرؤ. كيارن أجرؤ أنا بنت. كيارت أنت. كيارت أنتي. كيائر، شوف نفس الجذر، يائر هو هذا. كيائر هو. كيارة هي. كيارخ نحن. كياريت أنتم. كياري هم وهن. أيوه. هنن يقولون اللبنانيين هنن. أيوه هنن. هنن لأنه أيضا بالآشوري القديم هنن بالضبط. هنن. أيوه هي إرث أشوري. من معتل الأول والأخير عندنا فعل آتي، يأتي. يكون كآتن. شوف تقريبا نفس الشيء، يارن، آتن، أخلن، كالن. كآتن. كأتين هنا لأنه أليف المعتل تنقلب إلى ياء، كما في كثير من الأمور شفنا في كثير من المشتقات. كآتن. كأتين. كآتت أنت. كأتيات أنتِ. كآت هو. كأتيا هي. كآتخ نحن. كآتيتن هم أنتم وأنتن. كآتي هم وهن. وفعل آخر أخذ ديابي.
يابي أي خبز. شفت؟ أي يخبز. يخبز يكون كيابن أنا، كيابين أنا مؤنث، كيابت أنت، كيابيد أنتي، كيابي هو. أبونا يذكرنا بالتلياني الباني. باني صح، بان يابن بن، أيوة بالضبط صحيح. شفت؟ جاية من هون هي باللاتيني طبعا بانم. بانم كود نوستروم باني كوتيديانوم دانوبيس هودي. يابيا يابيا هي كيابخ نحن، كيابيتن أنتم وأنتن، كيابي هم وهن. من المعتل الوسط والأخير اللي هو أخير نوع الأخير من المعتل الذي نأخذ كمثال خاية أي شو؟ ذكر شو هاي؟ عيد اللفظ شو خاية خاية يحيى أيوة. يحيى أيوة كخاين. أيوة كمل. كخاين. أيوة كخايت. أيوة. خاية هو، خاية هي، كخايخ نحن، كخايت أنتم أنتن، كخاي هم وهن. أيوة. الجذر الرباعي يكون السالم طبعا، السالم وغيره. هسه نشوف الجذر الرباعي. هذا الزمن الفعل الحاضر البسيط يكون بإضافة نون ساكنة إليه. ووضع كلمة كي قبله أيضا نستعمل كي. بس كي قبله. فمثلا فعل همزم. شو معنى همزم؟ تكلم. بالضبط يتكلم. مش هيك؟ من مثلا كررناها. شفت؟ تعلمنا همزم آخر الأمر تكلم. كهمزم. كهمزم من أنا، كهمزم من أنا مؤنث، كهمزمت أنت، كهمزمت أنتي، كهمزم هو، كهمزم ما هي، كهمزم مخ نحن، كهمزميت آني هم وهن، عفوا أنتم وأنتن، كهمزميتن، كهمزمي هم وهن. والفعل الثلاثي مفتوح الأول اللي هو مشدد وحرفه الثاني، مثلا شرر. هاي معرفة نسيتها. أي يحقق. شرر. أو يؤكد. شرر هي شرارة، الحقيقة شرارة، شرر شرارة. وقسم في التوراة موجود مكان يقول آهية أشارهية. أنا الله يعمل يقول لموسى آهية أشارهية، يعني أنا في الحقيقة أنا. شوف يعني أسماء الله مو بس يهوه ولكن مكانات أخرى يقول آهية تقول آهية أشارهية بعثني إليكم. المسيح بيقول أنا الحق مش هاي. أيوة الحق يحركهم. شرر شرارة. بالعربي شرارة هي غير شيء، شرارة النار. أما شرارة بالآشوري القديم حديث أرامي معناها حقيقة. فشرر يحقق، يعني يجعله حقيقة يحققهم. كشررن. كشررن. كشررن أنا مؤنث، كشررت أنت، كشررت أنتي، كشرر هو، كشرر هي، كشررخ نحن، كشرريتن أنتم وأنتن، كشرري هم وهن. شوف نفس الشيء، يعني سهل، هو واحد بس يدير باله شوية شوف أنا ونفس أبونا هنا لما يقول المسيح أنا الحق والطريق والحياة، هنا نفس الكلمة. الطريق والحق والحياة. أنا من أرخى وشرارة وخيي. أنا ون أنا إيون أنا هو. أرخى يعني طريق، شرارة وحق، وخيي وحياة. خيي دائما بالجمع هي خيي. أيوه
والفعل الجذر الميمي بتاعه، لأنه هذه مشارر يصير يكون كمشارر بدل شرر. أيوة. هذه التجديد، نشيل التجديد نخليه ميم، مشاررا كمشاررا كمشاررت كمشاررت والى اخره، نفس الشيء، نفس النهايات. اوكي. وفي من المعتل الاول والثاني والثالث رباعي هذا يكون مثل السالم تماما، اي ان فعل اخر الذي هو معتل الاول يكون اخر، يعني أخر. يأخر أيضا. أيوة أخر يؤخره، يكون كأخرا كأخرا كأخرت كأخرت كأخر كأخر كأخرخ كأخريت كأخري. هذه باللغة القديمة موجود، يعني بالآرامي أخر، بس توخر هو هناك توخر. غير الصيغة عنده توخر، بس نحن نستعمل بالآشوري الصيغة العربية أسهل، أخري. وأيضا نستعمل أرقل، عندنا احنا بنقول عربي تأخر، مش هيك تأخر. تأخر، يتأخر. وأخره أخر، هي هذه يتأخر، مو يأخر حقيقة، كاتبة غير مكان يتأخر. أوكي. أنا أتأخر أو تتأخر. والفعل هيمن الثاني، شوف هذا أول معتل الأول، فعل هيمن أي معتل الثاني، لأن قلنا الأول والثاني والثالث نفس الشيء، فأخذنا مثال على كل واحد منهم. والمعتل الثاني هيمن يعني يؤمن. أيوة بالضبط. أيوة هيمن يؤمن لأنه هذا اسماء الله المؤمن المهيمن. أيوة هيمن. فما تعرفش، لأنه مؤمن هي مؤمن ويهيمن هي مؤمن سرياني. أيوة. فتقول شو يعني هاي؟ فهمت علي؟ هل هو ترجمة؟ هيمن. هل هو ترجمة للي ما يفهم عربي يعمل له هيمن. هيمن يا إيه. هيمن هيمانوت إيمان. كهيمنن نفس الشيء، مثلا شررن هيمنن كهيمنن كهيمنت كهيمنات كهيمن هيمنا كهيمنخ كهيمنيتن كهيمني. والفعل المميل أي معتل الثالث، هنا الثالث 1 2 3 هو المعتل، مميل أخذنا، يعني ما لا 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 شو أنت قلت لي مميل؟ نسيته راحت عن بالي. يزرق. يزرق. أيوة يملل. أيوة يميل إلى الزرقة. يميل إلى الزرقة. كيما ميلن كيما ميلان كيما ميلت كيما ميلت كيما ميل. أبونا على فكرة احنا ما نقول ازرق، يكون نيله. ايوه ميلا من النيلي. ميلا، شفت؟ ميلا أيوة. ميلا. فنحن أيوة. ازرق وميلا، أيوة. بالعربي نيلا، نيل. أيوة. لهيك المصريين يقول جتك نيلة. ايوه يا منيل، هو منيل يعني. أيوة يا منيل. أيوة. ونحن شفنا نستعملها مخيل ميلا، حتى يعني امهاتنا لما كان يريدون انه يعني يبكتون يقول مخيل ميلا، يعني مضروب بالازرق بالزرق، مخيل ميلا. أيوة. لأنه بعرف الأزرق كان دائما للشؤم أو للحزن كان معه يستعملوه. لا بالعكس، احنا الازرق ابونا هو للفال. فال. ايه احنا يحطوا على راس البقرة خرزة زرقاء عشان يحميها من العين. اوكي ايه خرزة زرقاء. صح. خرزة زرقاء، ماو منجوك بالتركي هو ماو منجوك، هاي مشهورة. ايوه وابونا وكلمة ازرق جت في القرآن. جت جت في القرآن، وحتى ما عرفوش
ما عرفوش شو. هلا ممكن تساعدني تفهمها. خليك معي دقيقة واحدة. نعم. أنا هشوف لك الكلمة وتقول لي شو أنت تفهمها. هاي مهمة. زرقة، من المصدر زرقة. خليك مع ثانية واحدة بنشوفها حالا. لام زرقة، زرقة. أيها هنا الزرقة هي مرة واحدة جات اسمها. شلون هي؟ شلون اشوف جمله هل شلون؟ هيك يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا يعني. لانه ايوه. استاذ سامي، زارق بالاشوري طبعا هذا مميل، بالعربي يزرق، لكن زارق بالاشوري مو معناه ازرق، انما يعني يشرق. 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 زرقاء يشرق. ما اعرف هذا هيك انت بتقولوا الشرق الاوسط زرق، مش هيك؟ لا الشرق الاوسط. لا، مدنخة المشرق ومدنخة دنخ بالقديم. أما بالحديث زارق، شمشة زرقاء، حتى بالقديم موجود أزرق. شمشة زرقاء، الشمس تشرق. زرقاء. زرقاء. يعني وأيضا عندنا دنخة، دانخ يعني أيضا يشرق. فالمشرق نحن مشرق مدنخة، فالمشرق الأوسط نحن نسميه مدنخة مصآية. أيوة. أنا أيوة. بدي أشوف كيف فهموها زرقا، لأن أظن إن عليها مشكلة. هاي أنا كتبت ملاحظة عنها بس نسيتها. زرقوا، إذا كان زرقوا يعني أشرقوا أو ظهروا يعني. لا، هي المرة الوحيدة اللي يستعمل هذا الفعل هو. يعني هي كلمة فريدة. زرق. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا. بس أظن هي أبونا إن خطأ هنا. هي ظرفا. زرفا لازم أكيد. أيوة. إيه صح. فهمت علي؟ صح، زرف يعني زرافة يعني مجموعات. مجموعات. أيوة. أيوة أيوة. ولا زرقان، شو معنى زرقان؟ ما أيوة أنا هلا بدي أتحقق منها. هلا جتني الفكرة بس أظن هاي كتبتها. زرفا أنا زرافات. أنا حرجع لها هلا بعد إيه. الحلقة. إيه. حرجع أتحقق من هاي اكتب الكلمة ملاحظة ظرفا. عليها حلوة، شو واحد يجي يكتب الكلمة الملاحظة. تجر الثاني. ايوه هي هاي. كلمة تجر الثاني. الشيء بالشيء يذكر. أيوة. ايوه يقول إحنا تداعي العربي المعاني هيك. والكلام ذو شجون. ايوه. ذو هي علم المنطقة واحد، وعلم أو النفس واحد يدرسها، هاي تداعي المعاني. تداعي تداعي. المعاني يعني أيوة المعنى تداعي. يجر معنى بالعقل. يعني يقال أنه الأفكار المتقاربة المعنى أيوة. فتنطبع بالدماغ قريبة واحدة جنب الأخرى، فعندما إنسان يتذكر واحدة منها فتجر اللي جنبها أيضا يتذكر جنبها. تداعي. تداعي المعاني يسمى بالعلم النفس أيضا. احنا يكون ابونا عندنا تداعى البيت. تداعي البيت يعني انهار. فتداعي يعني تدعو شيء يدعو شيء. شوف شو يسموها باللاتيني؟ إديار persecution idearum. شوف نسيت الكلمة، دائما استعملها كنت. consecution idearum شيء من هالقبيل. أوكي. لأنه جد الفعل فعل. ولا يدع اليتيم. عبارة ولا يدع اليتيم يعني لا يرذل. لا يرذل اليتيم، لا يدع اليتيم. يدع دع يعني ايش يدعه؟ لا، دع يعني دفع. رذل دع. فهيك تداعي المعاني يعني المعنى يجر الثاني. ايوه بالضبط. هيك بهذا المعنى. لا بالمعنى بالضبط. تداعي المعاني. لا. ايوه. ولا يدع اليتيم. ايوه. عبارة أنا قرأتها يعني اشتغلت عليها شوية مش كثير. إيه. أوكي يا أبونا.
فهذه مميل يزرق، كي مميلا أنا أزرق وأنت تزرق وتزرق، كي مميلت كي مميلت كي مميل كي مميلا كي مميلخ كي مميليتون كي مميلي، نفس الشيء. وبالمعتل الأخير يكون بحذف خليه هذه شرح، يكون ناخذ المثل ألدي معتل الأخير. نسيت معناه. أي يخدع. 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 كي ألدن أنا أخدعه، كي ألديا. أبونا هنا بتداعي المعاني ألدي هل لها علاقة من يلدغ؟ ما أعرف يعني. لأنه هاي يذكرني يلدغ، يعني يعض هو مثل ما معنى يخدع، بهذا المعنى يعض. يلدي يخدع. فأنا كي ألديا أنا إذا كان مؤنثة، كي ألدت أنت، كي ألديت أنت، كي ألد هو، كي ألدية هي. على فكرة أبونا فعل لدة بالعربي جاء في الحديث هو إعطاء الدواء للمريض. لدة. فالنبي محمد لما كان مريض جو أعطوه دواء، لدوه قال رفض ياخذ الدواء لأنه هو شك إنه قاعدين بسموه. فهمت علي؟ فلدوه وجبروه ياخذوا الدواء وبعدها توفى. فهم علي؟ هي عايشة اللي لدته. فيها علامات استفهام يعني. هي عايشة اللي لدته. يعني هي بس الظاهر يعني عمر كان عنده إيد أيضا بالمسألة. بس هي يعني هي المسكينة هو توفى وعمره 18 سنة. فاهم علي؟ هي كان بدها ترتاح منه. هيك الظاهر. لا احنا ما نحط بذمتنا شيء، بس يعني يلا ما علينا. هذا ما يقول الحديث. ما علينا، نحن بالعراق كثير من يحكون عن واحد كثير بعدين ما علينا. ما علينا. ايش علينا؟ لا احنا عندنا ما تحط بذمتك. ما علينا منه. لا انت تقولوا هيك ابونا لا تحط بذمتك. لا هاي عبارة عندنا شهيرة. احنا ما علينا مأخوذة من السريان، من الآشوري. نحن نقول مثلا مالا مني. مالا مني يعني ما علينا منه. هو أبونا لما يحكي شيء هيك عندنا علشان إنه يتبرى يقول ما بحط بذمتي، بدق بقميصه هيك برق على صدره يقول ما بحط بذمتي. ما تحط بذمتي. أيوة يعني أنا ما بدي بذمتي، أنا مو من ذمتي. ما بدي أتحمل المسؤولية. أيوة صح. أيوة ما بحط بذمتي. هو يدق صدره هيك، يمسك قميصه ويدق هيك. نحن يقولون نحن كثير مرات هيك يعملوا قميصه ويدفل تكرم يقول ما علي أنا ما علي. ايوه احنا ما بحط بذمتي. مش مسؤول، مو مسؤول، ما بتتحمل مسؤوليه. نعم. الذمه هي العهد يعني بعهد يوم حاصله. هي تعابير غريبه عجيبه اللي توارثناها من اجدادنا وما ندري من وين جت، ولا يعني سي الاركيولوجي لانغويستيك. فاهم علي؟ صح. اثار اللغات هذول صح. إلها بجوز آلاف السنين تناقلوها. أيوة من جد إلى حفيدة. نعم. واللغات تلاقحت فيما بيناتها. أيوة. تلاقح. والحركات غريبة أبونا، الحركات يعني غريبة. على كل يلا نكمل. وبعدين عندنا معتل أخير إذا كان أيضا حرف آخر، أقول فعل آخر ممطي. أعطيتها مثالين لهذا ما أعرف ليش. ممطي أي يوصل يوصل يكون كممطن
كممطيا، كممطي، كممطت أنت، كممطية أنت، كممط هو، كممطية هي، كممطخ نحن، كممطيتن أنتم، كممطي هم. طب أنا ذكرتني هاي كلمة، هاي ذكرتني كلمة العراقية يقول مطية. مطي. مطي، أيوة مطي. مطي مطي. مطي، هل لها علاقة هذا يمكن بهاي لأن المطي يعني اللي تطي عليه يوصل؟ يوصله يوديه ويجيب. أيوة المطي. يوصل، يوصل، هو المواصلات هذا. أيوة وسائل المواصلات القديمة. ايوه مواصلات قديمه. نعم نعم مواصلات قديمه. وعلى فكره اضحكك، مرات يعني حقيقه صايره بعض المواقف. تكرم الحمار كان اغلى من سياره مرسيدس. هاي صارت اخيرا، صارت لما سنه 90 بعد الحرب، وقت كويت ما كويت، لما ضربوا الأمريكان بعدين هاي، ورجعت الحكومة العراقية أخذت المدن من جديد، تمام، استعادت المدن اللي كانت خرجت من تحت حكومها. فجت صارت هجوم من الجيش. فلما أخير مدينة كانت مدينتي، أنا كنت ساكن هناك، دهوك. فكان ليلة عيد القيامة سنة 91 وبتاريخ 29 آذار كان. فبدأ القصف الساعة 9 بالليل أتذكر. بدأ قصف مدفعي وصاروخي على المدينة من بعيد، من وراء جبال، كان في جبال لحد المدينة من طريق موصل، يعني لأنه من موصل واحد يروح لدهوك. بدأوا يهربون الناس، هربوا يعني 9 من 10 من السكان هربوا. أيوة. يعني 90%. بقوا قليلا، نحن بقينا، لأنه أنا كنت غزو مسؤول. قلت لا، أنا جو ناس ما تروح. قلت لا أنا أبقى إلى واحد، إلى أخير واحد إذا كان. أيوة، مثل كابتن السفينة. نعم، قلت شلون أنا أترك هذا. المهم بقينا. المهم اللي هربوا في تلك الليلة هربوا إلى الحدود التركية، لأنه قريبة من هناك 50 كيلومتر هيك. فبالطريق قسم طبعا حملوا فراشات أو إيش ما كان يمشون بالسيارات. فتصور، يقول واحد، شفنا، حكى لي واحد يقول شفت موقف غريب. واحد كان من أهالي القرى هناك عنده حمار، جاي حمار. يقول طبعا الطريق يخلص، طريق السيارات لازم يصعدون الجبل مشي. فيقول واحد كان معاه مرسيدس اخر موديل، جاء قاعد يترجى هذا اللي عنده حمار. قال انطيني حمار اعطيك السياره هاي، وش قد ما تريد فلوس ايضا فوقاتها. كان يبين غني. تصور، فالحمار يقول صار اغلى من هذه. هي طريقه مواصلات كانت في وقتها احسن من السياره ومن هذه. ما عندكم ابونا الاكراد عندكم حزب اسمه حزب الحمير؟ صح ولي اظن فيه. ايوه وكان عاملين له نصب. انا شوف تمثال للحمار في الحديقه العامه. ولابسينه كرافته. انا شفت الصورة. ايوه، وبعدين شو اسمه، جو ناس معادين اطلقوا النار على الحمار، على تمثال الحمار. فاهم علي؟ وانا عملت مقالات عن شو اسمه حزب الحمير. فهمت علي؟ وعلى فكره ابونا في مصر كان هناك حزب اسمه حزب الحمير ايضا. وكان ينتمي له طه حسين وتوفيق الحكيم، وهدول الشخصيات الكبار كانوا ينتمون لحزب الحمير. حزب الحمير معروف هذا. وحتى عملوا مقابله مع واحد من حزب الحمير، قال له كيف يعني انتوا كيف يعني يروحوا على الوعر ولازم يتدربوا كيف ينقبض الحمار. واشياء غريبه عجيبه هذا. وحتى البرلمان كان يسموه الاسطبل، الجمعيه تاعتهم كان يسموه الاسطبل في العراق. يعني كلهم اسماء
أسماء حمير بعيد عنك. نعم نعم نعم، حلو. المصطلحات تاعون الحمير أخذوها للأمور السياسية. وبعدين واحد الصغير يسموه قر، والثاني يسموه جعش، والثاني كر ايه كر درجات. ايه. هم درجات في الحزب. جحش كر يعني جحش بالكردي. مثل درجات الحمير عاملينهم بالحزب انه رئيس الحمير اوه حلو حلو. ايه وعلى فكره تعرف بالولايات المتحده هناك حزبين، نعم. واحد حزب الفيل والثاني حزب الحمار. حمار، نعم، ديمقراطي ولا هذه ايوه عندهم الجمهوري. الرمز تاعهم هو الحمار، نعم والثاني رمزه هو الفيل. صح فيل ثاني صح. ايه في واحد يحتار كيف حاطين حمار وحاطين فيل. نعم علي. وانا عملت تمثيليه، يعني مش تمثيليه، سيناريو من حلقتين في الحوار المتمدن، انه كيف انه الله كان الحمار هو خليله. الله ما تعرف عند ديمو المسيح. عملت هاي حلقتين حمار ايوه اجتمعوا ما اعرف ايش ايوه حلوه انا سمعتها اثنيناتها شفتها ايوه. حلوه فكره ايوه. وتوفيق الحكيم عنده 3 كتب عن الحمير. اه بالعنوان تاعه العنوان هو الحمار. اوه ايوه الحمار عنوان الكتاب تاعه، عندي موجود هنا، وموجود حتى على الانترنت، ممكن تحملهم وعملة غريبة عجيبة هذا توفيق الحكيم. توفيق الحكيم. ايه توفيق الحكيم ايه. أكل هو كان رجل قانون، بس تحول من القانون إلى الرواية. الى الادب، ايوه ادب اديب كثير. توفيق الحكيم. وفعلا كان حكيم. صح إيه، بالفعل. في له كتاب مذكرات نائب في الريف. لما كان قانوني بالأول، وراح عينوه كاتب عدل في قرية في الريف، فيذكر الذكريات تاعونا. فيموت لحج موجودة هناك. فكان عنده جملة أنا أذكرها: يا طالع الشجرة جيب لي معك بقرة. ايوه تحلب وتسقيني بالمعلقة الصيني. وتجيب من الشجرة بقرة، وكيف تحلبها وتشرب الحليب بالمعلقة الصيني. ايوه عبارات غريبة عجيبة صاحبنا. طبعا. أبونا كمل، هذا هو آخر الأفعال. مخيلة. فطبعا صارت ساعة ما ولا؟ إيه هلا ساعة فما ناخذ شيء جديد، انتهينا من هذا احنا ما فكرنا، ما فقط تعلمنا الشوري، لكن كمان نكتنا، نفسنا نعم. عن نفسنا. معلومات حلوة يعني، معلومات جديدة حقيقة شفناها. هي ذكريات الحياة. مفيدة معلومات مفيدة. يعني ايه احسن حتى لا يكون درس يابس هيك فقط. ايه لازم يكون دائما واحد يكون هو ممل شوية يعني، درس اللغة القواعد هي ومنطق هو شوي ممل يعني هيك. ايه لا حلو هيك بس يعني معلومات واحد اللي عنده الثقافة العامة، عنده اهتمام، عنده انترس. على كل أنا يهمني إنه هذول المشاهدين أنت وقف المشاركة مشان أكلم هذول المشاهدين. وقف المشاركة وقف المشاركة. وقف المشاركة. أنت ما تعرف كيف توقف. أيوة المشاهدين يكتبوا لنا ملاحظاتهم، إذا أنتم أزعجناكم بالنكت تاعونا احكي لنا إياه، قلنا إنه أزعجناكم، فمش حنكت. خليكم تنشفوا. لا يكون ناشف شوية بدون شوية تنكيت وهذه. بس المهم هو طبعا اللي يريد، اللي عنده كثير اهتمام وعنده إلمام بهالأمور وعنده صبر، يقدر انه يروح على الحلقات اللي انا كنت عملتها بوحدي. هي هذيك ناشفة تمام، بس اللغة ما في لا نكد ولا في حوار ولا في شيء، تمام اللي يريد. ولكن هاي أخرى أنا ليش قبل نعملها؟ لأنه هاي أكثر تعليمية يعني. أيوة. أكثر يعني مثل نقول أخف على المعدة يعني.
ايوه وبعدين انت يعني برضو كويس تعرف شو رد فعل اللي بده يتعلم نعم كيف. بالضبط انت بالضبط. انت انت ماشي شنو الصعوبات، شنو نواحي الصعوبة اللي موجودة في انت ايوه. بعيد عنك، انت لا تميل ولا تسير، فاهم علي؟ حاط وشك امامه ماشي لانه انا عندي 120 كيلو متر، 120 انا كيلو متر على معروف. الساعة. ايوه انت صحيح. مغرور بنفسك، فاهم لا علي؟ لانه الامر هذا يعني لغتي هي، فانا عبالي كلهم مثل يعني امشي هيك. لكن حلو ان يكون واحد يسال يوقف يقول هاي ليش هاي ليش هاي، فحلو واحد يكون حوار هناك، يكون كلام شرح واستزاده في حلو. المعرفه. ايوه وأنا استفدت كثير فعلا، يعني أنت شوقتني لأشوف كتب القواعد العربية كيف علمونا اللغة العربية. عجيب. انا من صغري كانت تعجبني القواعد يعني. شوف هيك صدق يعني. هذه شوف أنا كيف. حياتي أبونا ما هي تعثرت ألف تعثر، هاي أه. المشكلة يعني. أنا عملت التوجيه على إيدي، دراسة خاصة نعم حلو. كلها درستها ب3 أشهر. اها وي 3 أشهر، وأنا دراستي ما خياط. شاء الله. ما شاء وطردوني، وما كنت بدي أكون رجل دين وطردوني وماني فاهم علي؟ كنت فيعني وكيح كنت وكيح. لا يعني يسموه وكيح. مش عارف يعني، مش هحكي لك كل شيء بعدين بيقولها. إيه. حقهم يطردوك. وعايز تسأل كثير، فهم يمكن كانوا يقولوا ولا تسألوا عن أمر يبدأ لكم أنا سوء. أذكر أبونا، أذكر مرة حادثة فقط، آخر نقطة، إنه الرجل دين عندنا كان اسمه أبونا بطايني. أبونا بطايني يشرح لنا كيف المسيح كثر الخبز. أيوة. فقال إنه المسيح كان بالسنة الثانية وكان في زمن الربيع. فأنا رفعت إيده وقال لي شو في؟ قلت له مين قال لك؟ وي هذه ما ممكن واحد يتوقعها منك. 13 سنة، 13 سنة أو 14 سنة قلت كل. لك أنت كنت هناك. مين اللي قال لك؟ إيه. من وين جايبها؟ فاهم صح، علي؟ هي ما موجودة بالإنجيل ربيع كانوا غير ربيع. ايه، فهو استنتجها. فأنا قلت له مو بكل وقاحة، يعني بكل بساطة هيك. قال لي اقعد. رفض، وأظن على أساس هذا هم طردوني. قالوا هذا حيغلبنا. هذا يغلبنا كثير، يسألوا كثير. كثير أسئلة، ما احنا ما عايزينها هيك، مو عايزينها هيك. أتذكرها كأنها البارح أبونا. حلو طبعا الصغر الواحد. أتذكرها كأنها البارح، وكيف ردة فعله المسكين أمام كل الطلاب. هذا يعمل لنا كرزة، كل الطلاب كل الصفوف، بعرف 50 واحد، وأنا أرفع كل شو فيه، كله مين قال لك؟ طيب يعني هاي صدمة ما حد يتوقعها يعني هيك. تعرف والدتي المرحومة يوم من الأيام حكيت لك إياها، أظن رجل الدين اللي يكرز في الكنيسة يقول هذا القصة اللي الراعي الصالح اللي ضيع غنمي وترك غنماته وراح يدور على الغنمة اللي ضاعت 99. أيوة. فأمي قالت له، وقفته بنفس الكرزة، قل له أبونا أنت ضيعت 100 غنمي. أنت ضيعت إيش؟ 100 غنمي. انت ضيعتها كلها. قال لها ليش يا محنا؟ ليش يا محنا؟ تصور انه النسوان ورا يحطوها في الكنائس، تعرف، ورا، والرجال قدام، وهو يكرس قدام، ومسلم ام الفلاحه نص الكنيسه بتقول يا ابونا، كل شو انت ضيعت 100 غنمي. كل انت طالع على امك هيك جريء. اخويا كل البلد صار يحكوا فيها. قال ايه يا ابو اخوي، انا ما كنت ادري ان امي دارسه لاهوت. وامي فلاحه وعايفه حالها، فاهم علي؟ ايوه بس إيه، الله يرحمها الله يرحمها. الله يرحمهم كلهم الاموات. ضيعت 100 غنمي. ايه صح. وهي كانت تعني ما تقول يعني. ما انا قلت لك ليش، انا قلت لك مره، قلت لك ليش. ايه حكيت لك هذا هو كان. انت تعرف داريا. اتذكر تتذكر ايه؟ الشجاعة اللي عندها غريب. حقها
شجاعة عندك كانت غريبة، ما تخاف من كلمة الحق. أستاذ سامي، شكرا لك على كل أبونا، هذه، وأنا استأنس كثير معك حقيقة. وأنا كذلك، وأنا كذلك. يلا أبونا، أنا رب شبريخة، شبريخة، ليلة سعيدة، وسلم على الأحفاد، قبل لي الله إياهم يسلمك واحد أنت. واحد. شكرا. باي 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 أبونا. باي باي باي. سلام سلام.